السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم يا جماعة دلوقتي عن حاجة مهمة جدا حصلت امبارح بعد تعادل النادي الأهلي مع الجونة بنتيجة 1-1، والحملة اللي عاملاها جماهير النادي الأهلي على مارسيل كولر بسبب التعادل مع الجونة. في حاجة يا جماعة أنا عايز أتكلم عليها، يا ريت إحنا كجماهير الزمالك نتعلم من جماهير الأهلي الجزئية دي، عشان والله يا جماعة أتمنى بس إن جماهير الزمالك عقليتها تبقى زي جماهير النادي الأهلي. شفنا يا جماعة دلوقتي امبارح بعد تعادل النادي الأهلي مع الجونة 1-1، جماهير النادي الاهلي طالعه بحمله اللي هي عايزه تكيل كرر. يعني دلوقتي جماهير عايزه تمشي مدرب وقلب الدنيا عليه علشان يتعادل ماتش واحد في الدوري. تخيل معايا ان كولر ما كملش سنه مع النادي الاهلي وخد 5 بطولات، يعني خد 2 سوبر مصري وخد دوري وكاس بطوله افريقيا، ومع ذلك الجماهير متضايقه منه عشان تعادل في ماتش. يعني شوف كده العقليه، تخيل كده عقليه الجماهير مش قابله ان انت تعمل اي اخفاقات او اي خسائر تانية بعد الكوارث اللي حصلت في السوبر الافريقي والسوبر ودوري السوبر ليج. تخيل معايا الجماهير، تخيل معايا ان جماهير النادي الاهلي قلبت على مدرب خد 5 بطولات في سنه. احنا مثلا كجماهير نادي الزمالك مع فيريرا اللي خد دوري وكاس، قعد بعد الدوري والكاس يعمل كوارث ويخرب الفريق، ومع ذلك كنا نقول لك ايه؟ ادعم البروف ده خد دوري وكاس والفريق بتاعنا بيخسر من اسوان وبيخسر من ومع ذلك يقول لك ايه؟ شجع البروف. اوريك بس عقليه الجماهير النادي الاهلي وعقليه جماهير الزمالك. عقليه جماهير النادي الاهلي ما بترضاش باي نتيجه غير الفوز، حتى لو تعادل وانت متصدر الدوري، ولو كسبت الماتش بتاعك المؤجل هتفرق كتير. يعني انت متصدر الدوري وليك ماتشات مؤجله، ومع ذلك جماهير النادي الاهلي بتهاجم كوره تقول له ازاي انت تعادلت مع الجونه؟ لك ان تتخيل بس ان دي عقليه الجماهير يا جماعه. عشان بس ايه؟ عشان تعرفوا بس ليه الاهلي ناجح عننا، ان احنا بنرضى بالقليل. يعني خدنا دوري وكاس خلاص يا باشا اتعشت، اقفل بقى النادي على كده. لكن جماهير النادي الاهلي مع كرر 2 سوبر دوري كاس بطوله افريقيا، عملت بطوله قويه في كاس عالم الانديه احرجت ريال مدريد، ودلوقتي عشان بس كرر متعادل مع الجونه بس وهو متصدر الدوري ولسه ليه مؤجلات الجماهير قالت عليه. عشان بس يا جماعه تعرفوا بس ايه؟ ان اللعيبه في الملعب بيتاثر بالجماهير. انا هتكلم معاك ايه في حاجه قريبه جدا. في ماتش بيراميدز اللي فات في الدوري لما تعادلنا 2-2، الجماهير كلها كانت طالعه فرحانه وتقول لك ده احنا كتر خيرنا اللي عملنا كده. انت متخيل معانا فريق راضي بالتعادل؟ انا عارف ان بيراميدز اقوى مننا كل حاجه، ولكن لازم نكسب. يعني لازم تكون عقليه الجماهير اللي هو ايه؟ اتعادلنا بس احنا كنا المفروض نكسب. لا يا جماعه، احنا كنا المفروض نشد ونكسب. دي العقليه بس اللي المفروض تتغير عند جماهير نادي الزمالك. المفروض اللعيبه الترمومتر بتاعها الجماهير راضيه عن النتيجه دي، انا هفضل كده مش هتطور. لكن الاهلي انا والله مستغرب، والله العظيم مستغرب. احنا الكوره دي لو عندنا وخد ال5 بطولات دول، ده كان في نادي الزمالك هيتعمل له 20 تمثال، اللي هو خلاص ده المدرب التاريخي ونقفل النادي بعديها. انا بس بوريك يا جماعه العقليه. عشان كده النادي الاهلي على طول بيجدد وعلى طول بيتطور وعلى طول بيتقدم لقدام، عشان الجماهير بتاعته خدت بطوله ماشي حلو عايزين الثانيه، خدنا الثانيه ماشي حلو عايزين الثالثه. احنا بقى خدنا دوري وكاس خلاص يا عم، احنا خدنا دوري وكاس عايزين ايه؟ مش مشكله بقى سنه وسنتين ما ناخدش بطوله، ما احنا خدنا بطوله دوري وكاس، احنا مش كل شويه ناخد بطولات والجماهير بتبقى راضيه. يعني الجماهير ناخد بطوله خلاص فرحنا بقى، مش مشكله بقى احنا خدنا بطوله يا عم انتوا عايزين تاني. فبس يا جماعه انا كل طالبه ان احنا نغير بس عقليتنا لعقليه جماهير النادي الاهلي. عقليه جماهير النادي الاهلي لو اتعادلت ماتش قلبت على مدرب اللي خد 5 بطولات. احنا ساعه فريرا خسرنا بسببه برضه الدوري وكاس مصر والسوبر وخرجنا حصاله، ومع ذلك كان في ناس تقول لك ايه؟ ادعم البروف، احنا عايزين البروف هو اللي جه انقذ الفريق. نفسي افهم جه انقذ الفريق فين؟ نفسي افهم بس جه انقذ الفريق فين؟ هو اول ما جه كان في حاله بس في نادي الزمالك والناشئين والكل واقف جنب بعضه، عشان كده عدينا الازمه وخدناها تحدي وكسبنا دوري وكاس وبعد كده ريحنا. انا دلوقتي انا يا جماعه دلوقتي بستغرب جماهير النادي الاهلي، والله بستغربها. تبقى ايه؟ تخيل معاك ان احنا عقليتنا تتغير شويه تبقى زي جماهير النادي الاهلي، اللي هو ايه؟ احنا عادلنا ماتش نهاجم الفرقه ونهاجم المدرب. دي المفروض الثقافه اللي تبقى عندنا، مش ثقافه ان احنا نتعادل مع بيراميدز يقول لك الحمد لله اتعادلنا في الدوري لما تعادلنا 2-2. بس انا بستغرب والله يا جماعه. احنا يا جماعه للاسف الجماهير بتاعنا بيرضى بالقليل، لكن جماهير النادي الاهلي عايزه اكتر. خدت بطوله ماشي ده العادي بتاعي، انا عايز التاني. ما خدتش البطوله التانيه امشيك حتى لو انت واخد 5 بطولات. ده موسيماني، انت متخيل معايا ان موسيماني خد بطولتين افريقيا والجماهير قلبت عليه عشان ما خدش الثالثه على التوالي؟ ركز معايا بس في الكلام اللي بقولك ده، 2 افريقيا وما خدش الثالثه، الجماهير قلبت عليه. لكن تخيل معايا بقى كده، تخيل معايا احنا لو حد خد عندنا بطوله افريقيا، مش عارف اقول لك ايه اللي هيحصل، والله. احنا عندنا حد خد بطوله افريقيا ممكن يقعد عليها ايه؟ ممكن يقعد عليها 10 سنين. 10 سنين يقعد على بطوله افريقيا، تيجي تمشي لك ايه؟ ده خد بطوله افريقيا.
مش هتقدر تتكلم معاهم، مش هتقدر تتكلم مع عقليه فئه من الجماهير. بامانه يا جماعه بس يقدر يسمعني يفهم انا قصدي ايه. انا كل اللي عايزه اشوف النادي بتاعي في حته حلوه بس، مش اكتر واقل. انا بضرب لك مثل بجماهير النادي الاهلي عشان هو الفريق اللي في مصر الوحيد الناجح، يعني هو الفريق اللي حاليا ناجح في مصر، فلازم أنا اضرب لك مثل بيه عشان ما اجيش اقول لك ايه، عشان ما اجيش اقول لك مثلا نادي معين في دوري معين تيجي تقول لي يا عم احنا مالناش دعوه بيهم، ده دوري مختلف ليهم حسابات مختلفه. لا، انا بتكلم معاك حاجه في مصر. جماهير النادي الاهلي قلبت على موسيماني، قلبت على كوره، قلبت على اي مدرب ما يحقق لهمش التارجت اللي هو ايه، التارجت بتاع جماهير النادي الاهلي فوز. ما عندهمش مبدا الا الفوز. احنا عندنا ايه، لو ماتش صعب رضا اول نتعادل شكرا قوي. ده المبدا بتاعنا. عشان كده يا جماعه، عشان كده الاهلي ناجح عن نادي الزمالك، عشان كده الاهلي بطولاته فرق عن نادي الزمالك بكتير، عشان احنا زي ما قلت لكم بنرضى بالبطوله. يعني ايه، تحس ان اللعيبه بتكسب مثلا بطوله كاس او اي حاجه، تحس ان هي ايه، بتجبع الجماهير، اللي هو خلاص احنا ايه، جبنا لكم مثلا الكاس مصر، افرحوا وانزلوا من على ودنا مع سنتين ثلاثه. بس كده يا جماعه، اتمنى اللي يسمعني يكون فاهم انا قصدي ايه، بس ما يجيش يقول لي انت ايه، انت بتطبل للاهلي، انت بتهدي في فريقك. لا، انا كل اللي انا عايزه ابقى قريب من النادي الاهلي، قريب بس في العقليه بتاعت الجماهير، عشان يا جماعه في الاول وفي الاخر الجماهير هي ترمومتر الفريق في الملعب. راضي بالتعادل اللعيبه مش هتتحرك، الفريق مش راضي بالتعادل الفرقه هتتحرك. فاتمنى بس ان احنا نغير العقليه بتاعتنا عشان نبدا نشوف فريقنا في حته كويسه. وكمان بمناسبه فريقنا، القيد مش هيتفتح يا جماعه في النهائي اللي جاي، عشان بس ما حدش يجي يقول لك ايه حسين لعيب جاي، والناس اللي معايا يقول لك احنا قعدنا وظبطنا الدنيا بس اول ما نكسب هنفتح القيد ونحل كل مشاكلنا. او دلوقتي بيقول لك دلوقتي مجلس نادي الزمالك مش هيقدر يفتح القيد في النهائي اللي جاي، يعني احنا هنفضل نكمل باللعيبه اشباه اللعيبه اللي عندنا دي، يعني بالبلدي هنعتمد على سامسون، عبد الله جمعه، محمد عبد الغني. مش هتكلم كتير بس كده يا جماعه. في الاول وفي الاخر اتمنى بس الناس تفهم انا قصدي ايه. انا كل اللي انا عايزه والله صالح نادي الزمالك اكتر ولا اقل. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي لاي حد يقرا تاني كومنتات مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.